تخيل معي خصمان كبروا على الكره، اتهاماتهم فوق الاتهامات، حرب كلامية وحرب إعلامية، وبلحظة جلسوا على طاولة واحدة، ليس حبا ولا صداقة، بل خدمة للبلد وللشعب وللجيب قبل الفائدة. في دولة ثانية الخصم يخدم الشعب، وفي اليمن الشعب يخدم الخصم. الخصومة عندنا فن، والفشل عندنا عادة. البلد تدفع الثمن والناس تدفع الجرة. لو الخصم هنا جلس وخصم هناك تحاور، كان الطفل يدرس والأب يشتغل والأم ترتاح. لكن عندنا الطاولة فارغة، القرارات معدومة، والكراسي ممتلئة بالمناكفات. حب الخصم كره للشعب، خصم يخدم شعب يندم، خصومة تكبر ودموع المواطن تكثر. الدرس بسيط، لو جلس خصمان على طاولة اليمن تربح، الشعب يضحك والقهوة تسخن في البيت، وإلا الخصومة تستمر والدماء تستمر والفقر يستمر والضحك يهرب. لو أعجبك شارك المنشور ودمتم.